عندك علي وزلان، كنز المدبولي، عندك جو موسى ويخش. هكلمكم النهاردة في مشكلة، مش مشكلتي أنا لوحدي، مشكلة تقريبا جيل كامل، اللي هي مشكلة التليفون. كلنا بنصحى على التليفون، كلنا احنا بنعمل أي حاجة بالتليفون. حتى التطور جه على دماغنا أكتر ما هو ساعدنا، لأن ممكن تذاكر على التليفون، ممكن تقوي الإنجليزي على التليفون، ممكن تاخد كورس برمجة على التليفون. فدماغك أصلا بقت تشويش، كلها تشويش. يعني انت مش فاهم ايه اللي داخل. انت وانت بتقلب بيظهر لك فيديو للشيخ الشعراوي، فيديو للشيخ أمجد سمير، أغنية، مسلسل، حكمة من راجل مدمن، حكمة من راجل حكيم. تاخد ده كله، فدماغك أصلا ما بتبقاش تنتج أفكار، ما بتحاولش أصلا تنتج أفكار. حتى كل يوم بتقعد على التليفون بالسبع ست ساعات. وافتح التليفون عندك وخش على التطبيقات، خش على الإعدادات والتطبيقات، هتلاقي نفسك قاعد على الفيسبوك بالست ساعات، على التيك توك بالتمن ساعات. احنا لو راقبنا نفسنا بجد هنتعب من الأرقام. ده أولا. ثانيا، احنا يعني انت لو ربنا كرمك ومن الناس اللي لما تخش التليفون في الحمام مثلا خدت دش، هتلاقي دماغك بتنتج، هتلاقي دماغك بتفكر. انت وانت ماسك التليفون انت الحتة دي بتتلغي، يعني هي مبتبقاش موجودة. بتصحى كده، بتعمل كده، تاخد التليفون على طول. فبجد يعني ده مشكلة جيل، مشكلة جيل كبيرة قوي. وكمان هي بتأثر عليك بطريقة سلبية. يطلع لك واحد يقول لك النهاردة صحيت صليت الفجر وقمت الليل لعبت 7 ضغط و8 بطن ونزلت السلم 20 مرة، فاهم؟ فانت بتفتكر انك خارق، الناس دي خارقة وقد ايه هم جامدين. واحدة اشترت كتاب أرض زيكولا وقريت نصه وطلعت قالت ازاي ما نجيبش بدل النيش مكتبة. وحاجات كتير زي كده. فانت اصلا بتفقد احترامك لنفسك، بتفقد كل حاجة، ومبتعرفش تطور من نفسك. وافتكر الفيلم بتاع ولاد رزق لما قال له الثورة قامت عشان المخدرات قلت. احب اقول لك بالك انت يا رضا، الثورة دي قامت ليه؟ ليه يا ريس؟ ما تقوليش بقى علشان الداخلية والتعذيب والكلام الفاضي ده. الثورة دي قامت علشان حاجة واحدة بس، علشان المخدرات شحت من البلد. المخدرات بتاعت الجيل ده غير اي جيل. يعني الجيل ده مخدراته التليفون. انت دماغك بتتخدر. قعدت على الفيسبوك، ريلز، انستجرام، تيك توك، ايا كان، دماغك بتتخدر. حتى لما بتيجي تقعد على السرير تحس قد ايه انت سيء، بتحس قد ايه انت مقصر في حق نفسك. هل بقى تاني يوم لا، كل يوم كده، كل يوم ده 3 4 5 والدنيا بايظة. تبقى قاعد عارف إن في حاجات مفروض تعملها، عارف إن المفروض تطور من نفسك في الإنجليزي، عارف إن المفروض تخش تذاكر عشان المفروض تجيب امتياز عشان تعرف تشتغل، عارف إنك المفروض تاخد كورس إكسل أو وورد عشان تبقى متطور عن الناس اللي بتتخرج مش عارفة تلاقي شغل بسبب إن هم مطوروش نفسهم جوه الجامعة. هم يعني بقول مش همسكه، بمسكه تليفون. آه المهم، احنا المفروض نعمل ايه عشان التليفون ده؟ انا اقول لك. يعني دي مش حاجة جايبها من دماغي، يعني دي ملخصات فيديوهات شفتها. إن عقلك لما مثلا أكلمك بالشغل أكتر، لما بتبقى مثلا شغال ترزي، فتلاقي الترزي شغال كده بأسبوع، تحس إن هو شغال كده. أنا لو قعدت مكانه ده بيعمل كده وخلاص. بالعكس، أنت دماغك مرة عن مرة بتعمل روابط عصبية بعضلاتك بقى بدماغك. فانت بقيت متعود على هرمون السعادة المفرط. فتلاقيه دلوقتي مفيش قراء. ليه قراء بقى؟ كلهم كتاب، مفيش قراء. عندك علي وزلان، كنز المدبولي، عندك جو موسى، ويخش لك كتاب يقول لك بعيدا عن الدين وحاجات كده. المهم، انت دماغك بتتعود عن حاجة معينة، اللي هو هرمون السعادة، اللي هو ولما بتقفل اكنك عملت حاجة غلط، وانت فعلا عملت حاجة غلط.
7 ساعات دول لو ساعة منهم استثمرتها في الإنجليزي، عارف يعني إيه؟ يعني 30 ساعة في الشهر. عارف يعني 30 ساعة في الشهر؟ يعني يوم ونص متواصل. يعني لو ساعة كل يوم بكلم نفسي وبكلمك عامة. تمام. فأنت دماغك عاملة ربط عصبية باللي أنا لو حتى على التليفون دلوقتي هبقى مبسوط. أنت متبقاش مبسوط، أنت متحكم فيه. والفكرة مش في كده، الفكرة إني أنا أولا الفيديو ده مش عايز مشاهدات ولا عايز تعمل لايك، عايز أنا هنزله كده بكلم نفسي، أحب أتفرج عليه عشان لما أرجع أمسك التليفون أرجع أتفرج عليه. المهم، الفكرة الناس اللي متحكمين فينا دول مش بيقولك تعالى نجيب ناس تقلع بس، يعني هما ده فكرهم يعني. تعالى نجيب ناس تقلع، الشباب زي الفل يعني تعبانين. لا، هما مش فكرهم كده بس، وكمان بيلعب على ده. مخك ده يقدر يعمل كل حاجة. مخك، هما بص بقالوا قد ايه متطورين، والذكاء الاصطناعي عمرهم ما هيجيبوا مساحة مخك. مساحة مخك دي هائلة. فهم بيلعبوا على المخ. يعني ايه بيلعبوا على المخ؟ ازاي تدمره، ازاي تدمره. الهرمون السعادة كل ما بتقلب ده تدمير للخلايا. انت ما بتفكرش، فده تدمير. فدول بيلعبوا على المخ. بمعنى انت مش قادر. انت ماسك التليفون ومفروض راجل امتحان بكره وقاعد ونفسك تقوم العصر قدم، العصر قدم، المغرب قدم، ونفسك تقوم مش قادر. معك بقى مع الشيطان، مع الهوا، مع التليفون، فالدنيا بتبقى معاك خربانة خالص يعني. فانت فانت احنا لازم نفوق. احنا مغيبين واحنا مش سيطر علينا. المفروض نعمل ايه؟ المفروض نفوق. المفروض نراقب نفسينا. المفروض نعمل تايمر لنفسينا، نمسك التليفون ساعة في اليوم. عامة لما بتبطل عادة سيئة ما ينفعش تبطلها بالتدريج. انت تبطلها على طول وتقع، وتبطلها وتقع، تبطلها وتقع. انما التدريج ده في العادات الحسنة. نفسك تقرا كتاب، نفسك تقرا حاجة، نفسك تلعب رياضة، بتدرجها 10 دقايق، ربع ساعة، تمام. بس عادة سيئة ما ينفعش. بطلها وقع، بطلها وقع لغاية ما توصل. لاني دمرها اقسم بالله. انا جت عليا فتره كان تليفوني جاب شاشه، كنت عايز اعمل كونتنت بقى وعايز اعمل محتوى، والناس تتفرج عليها وتقول لي فيديوهات حلوه وكده. جالي كميه افكار رهيبه مش عارف اكتبها فين، بسبب ان دماغك بقى صافيه، ذهنك صافي. ما انت الطبيعي دماغي ان آية قرآنية، بعد كده اسلام كابونجا، بعد كده عصام صوصة، بعد كده اللحية ابو وسيم بيقول لك حكمة، ناس كتير. بعد كده عبد الله التركي بيعيط، وشهاب الدين بيرقص. يعني دماغك هتستوعب ده كله ازاي؟ وتبقى قاعد في المواصلات، اللي جنبك ماسك تليفون، واللي جنبك يعني مفيش حد. في امهات بتبقى سايبه اولادها بتعيط وماسكه التليفون. لو عندك نفس المشكله وحليتها قول لي. وفي اختبارات كتير على جوجل، ويب سايتات كتير ممكن تخش تجاوب على كمية أسئلة كتير، وبيقول لك نسبة تعفن دماغك كام في المية. أنا هتلاقي 60%، مش عارف، حاجة كبيرة أوي يعني.